هنا الإسكندرية. يا قلبي روح لمكة وشوقك سابق العين، ده المصري هو اللي عمر ووسع الحرمين. أحمد باشا حمزة وزيرنا مصري أصيل، نور مقام النبي ومسجد نبينا الأمين. جت مصر عملت تكية وكمان عملت سبيل، وبعتت للكعبة كسوة هدية المصريين. وسمعنا صوت الست بتقول بلحن جميل، القلب يعشق لبيرم بيهز فينا حنين. وثلاثية صالح بتوصف لهفة العابدين. هاجر المصرية أم نبينا إسماعيل، عزمتها تعلم لحد يوم الدين. وفي كل ركن في مكة لمصر حق أصيل. أبو العرب ده حفيدنا وجد نبينا الزين. مصر في الليالي العشر. كلمات المقدمة إهداء الشاعر مدحت يوسف. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود. ويحكي التاريخ حكايات من سيرة الأجداد. وحكايتنا النهاردة عن إيه؟ المحمل. المحمل المصري هو الموكب اللي كان بيخرج من مصر كل عام شايل كسوة الكعبة من عهد شجر الدر والمماليك لغاية منتصف الخمسينيات من القرن العشرين. كان المحمل المصري عبارة عن إطار مربع من الخشب على شكل هرم، القمة مغطاة بستار من الديباج الأحمر أو الأخضر، وغالبا الزخارف على شكل نبات أو أشرطة كتابية مطرزة بخيوط من الذهب، وبينتهي من الأسفل بشراشيب. كان للمحمل 4 قمم من الفضة المطلية بالذهب، وفي الداخل مصحفان صغيران بالإضافة للكسوة الشريفة. وبيوضع المحمل على جمل ضخم بيسمى جمل المحامل، وبيتمتع هذا الجمل بإعفائه من العمل بقية أيام السنة. الجمل اللي بيحمل كسوة الكعبة كان مش أي جمل، كان له سلالة معروفة. آخر جمل حمل شرف حمل كسوة الكعبة كان اسمه مبروك، وكان له بديل اسمه نبيل. والهيكل العظمي للجمل مبروك موجود في متحف الصيد بقصر الأمير محمد علي توفيق بالمنيل. كان اختيار أمير الحج بيتم بعناية فائقة من بين الشخصيات اللي اشتهرت بالتقوى والصلاح، وعرف عنها القوة والشجاعة والقدرة على حسن التصرف. وفي ليلة الاحتفال بالمولد النبوي كان السلطان بيجتمع بالقضاة الأربعة والعلماء والأمراء من كبار رجال الدولة في الحوش السلطاني بالقلعة. بيبدأ اليوم بتلاوة القرآن وقصائد وابتهالات في مولد النبي، وبتقدم المشروبات المحلاة بالسكر وماء الورد وعصير اللوز للسلطان والضيوف. وكان السلطان بيشرب المشروبات الخاصة بيه وبيحتفظ بالباقي للشخص اللي اختاره أمير للحج. وعند تقديم المشروب للأمير المختار بيتقدم بسرعة لتقبيل يد السلطان، وبيقوم شهود الحفل يقدموا التهنئة لأمير الحج. وهنا ينزل أمير الحج من القلعة في موكب حافل بيشق شوارع القاهرة، ويبدأ الإعداد للرحلة المقدسة. كان بيصحب أمير الحجاج بعثة مكونة من سكرتير خاص وقاضي شرعي وجمل لحمل الأمتعة وطعام للبغلة و4 أرغفة في كل وجبة و14 كيلو كعك و5 رؤوس سكر. ومن بين المرافقين شاهدان وكاتب ديوان ومفتش الدواب وخوليان لمراقبة الجمالين ومخزنجي للقوت
وقباني، وكمان رئيس مطبخ وسقايين على 1600 قربة على 220 جمل، ومقدم هجانة للسهر على الجمال والحبوب، ومأذون وميقاتي لتحديد أوقات الصلاة، وطبيب وجراح وطبيب عيون، وأدوية لتقديم خدمة طبية مجانية، ومسؤول عن الطباخين والخبازين وشاعران وعازف موسيقى. وكان لأمير الحج سلطة مطلقة على القافلة بتقابل سلطة والي مصر، وكمان له حق في ميراث أموال الذين يموتون أثناء الرحلة إذا لم يكن لهم وريث. كان المحمل بيطوف القاهرة حوالي 3 أيام، بيصاحبه الطبل والزمر والعديد من مظاهر الاحتفالات زي تزيين المحلات التجارية والرقص بالخيول. اللهم صل وسلم وبارك عليه، النبي ذاك الإيمان، اللهم صل عليه، نوره يجلو الظلام، اللهم صل عليه، النبي ذاك. كان المحمل بيأتي من مقره في وزارة المالية، وبينقل داخل صناديق على عجلة إلى وكالة الست بالجمالية. بتنقل كسوة الكعبة من مصنعها في الخرنفش إلى المصطبة بميدان صلاح الدين المعروف بميدان القلعة. كان نقل الكسوة على أكتاف الحمالين، يحيط بيهم رجال الشرطة وبيتقدمهم قسم من الجيش، وبيتقدم المجموعة مأمور الكسوة على حصانه بملابس رسمية وفي إيده كيس مفتاح الكعبة. الموكب بيمشي من المصنع إلى سبيل كتخدة، بيلتقي به المحمل بكسوته الخضراء المعتادة آتيا من وكالة الست بالجمالية على ظهر جمل. بيسير الموكب إلى النحاسين، فالغورية، فباب زويلة، فالضرب الأحمر، فالمحجر، فميدان القلعة. هناك بيقام الاحتفال بوضع المحمل مع الكسوة، وبيستقبل السلطان الكسوة وبيقام عرض عسكري واحتفال ديني، ويودع السلطان أو الملك رئيس بعثة الحج مع طلقات المدافع والطبول، وبتعزف الموسيقى والأعلام والرايات مرفوعة. بيشارك في الاحتفال أيضا الطرق الصوفية والحرفيون، وبيجتمع الوجهاء والأمراء والتجار ورجال الدين، وعلى رأسهم شيخ الأزهر. بيتحرك الموكب من القلعة عبر وكالة الغوري إلى شارع المعز، ومن خلف القلعة إلى طريق السويس، وخلفه الجند اللي بيحرسوا الموكب حتى الحجاز، ومن ورائهم رجال الطرق الصوفية الذين يدقون الطبل ويرفعون الرايات، وبصحبتهم مهرجون بيسموا بعفاريت المحمل. ويوصل الموكب لمنطقة عجرود، وهي قلعة مشهورة في منتصف الطريق غرب السويس، وبيتجمع في هذه القلعة كل الحجاج المصريين، وينضم لهم الحجاج المغاربة والتوانسة، ويتحرك الموكب من عجرود للعقبة. خدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. خدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. روحي معاكم يا أحبابه نستوقف على بابه، روحي معاكم يا أحبابه نستوقف على بابه، بيدي أمسك شباكه ده غرامي ومطلبي. معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أزور وياكم بالصلاة على النبي. خدوني والله معاكم يا زوار النبي. ويفضل جدار الزمان يحكي حكايات من سيرة الأجداد. مصر في الليالي العشر. الإعداد أماني أبو السعود. التقديم رامي محفوظ. أماني أبو السعود.